بعد المشاركة التاريخية في عام 1934 اختفت مصر عن كأس العالم ل56 عاماً كاملة، أكثر من نصف قرن دون ظهور واحد. لم يكن الغياب بسبب كرة القدم فقط، بل بسبب الحروب والظروف السياسية، من العدوان الثلاثي إلى نكسة 67 حيث توقف النشاط وغاب الاستقرار. ورغم ذلك لم تكن مصر بعيدة عن الحلم، ففي كل مرة كانت تقترب ثم تسقط. في اللحظة الأخيرة عام 1974 خسرت مصر أمام تونس فضاع الحلم، وفي عام 1978 سقطت مصر ونيجيريا لصالح تونس لتتأهل بدلاً منهما. ثم جاءت صدمة عام 1982 حين خرجت مصر أمام المغرب الذي تأهل إلى كأس العالم، وتكرر الأمر أيضاً أمام نفس المنافس المغرب في تصفيات عام 1986. لتستمر المحاولات دون أن تكتمل الفرحة، كانت مصر دائماً على بعد خطوة، لكنها لم تصل حتى جاءت اللحظة التي تغير فيها كل شيء. فماذا حدث في عام 1990؟